اليوم سوف نتطرق إلى آفاق كرة القدم الوطنية في ظل توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة كرة القدم والمكتب الوطني الشريف للفوسفات وشركة الطاقة الإماراتية. هذه الاتفاقية التي بموجبها سيتم إحداث شركة مجهولة الاسم يتم من خلالها تدبير وتمويل مراكز التكوين الخاصة بالأندية، حيث ستشرف جامعة كرة القدم على المشروع التقني، كما سيتم الإشراف على الجانب التدبيري وفق فريق عمل متجانس ومتكامل. هذه الاتفاقية يمكن أن تعطي آفاق كبيرة لكرة القدم الوطنية في السنوات المقبلة، لأن النموذج الكروي الحالي للكرة المغربية وللمنتخبات الوطنية يعتمد بالأساس على استقطاب اللاعبين الموهوبين في الخارج من مختلف المدارس الكروية العالمية، وبالتالي هناك اختلاف في الثقافة الكروية وفي طريقة تكوين هاد اللاعبين، وبالتالي وصولهم للمنتخب الوطني تيطلب وقت كبير ومهم من أجل الامتزاج فيما بينهم ولعب بشكل متجانس وفق طريقة لعب واحدة وثقافة كروية واحدة. وبالتالي سنعتبر إنجاز الذي حققه المنتخب الأولمبي في الألعاب الأولمبية باريس 2024 إنجاز جد مهم، لأنه جاء وراء واحتل المنتخب الوطني الأولمبي الرتبة الثالثة وراء بلدين عريقين في التكوين في المنظومة الكروية العالمية، إسبانيا المحتلة الرتبة الأولى وفرنسا. هاد المنتخبين أو البلدين لهم مشروع تقني متكامل يمتد لسنوات، وهناك عمل كبير تقوم به الإدارة التقنية، وهناك تكوين لاعبين على أعلى مستوى وبشكل مستمر. وبالتالي احتلالنا الرتبة الثالثة وراء هذا المنتخبين تأكد بأن المنتخبات الوطنية واللاعب المغربي عنده آفاق واعدة وعنده إمكانيات كبيرة، فقط يجب أن يتم استغلال هذه الآفاق وفق مشروع كروي منسجم وواضح. وهذا المشروع الكروي ما يمكن له ينجح ويطور من المستوى ديالو إلا بوضع سياسة كروية تعتمد بالأساس على ثقافة كروية خاصة ببلدنا المغرب. هذه الثقافة الكروية خصها تضمن مشروع كروي يعتمد بالأساس على فلسفة اللعب، على تحديد معايير اللاعب المغربي، شنو هي النوعية ديالو وكيف أنه خصو يلعب وكيف طريقة اللعب اللي تناسبو، وهذا كله متعلق بواحد العمل كبير داخل الإدارة التقنية الوطنية المغربية التي ستشرف على هذا المشروع التقني لمراكز التكوين المغربية. وبالتالي اليوم يعتبر هذا المشروع مشروع جد مهم من أجل أن تتبوأ الكرة المغربية العالمية وتسير في طريق حصد الألقاب والبطولات سواء على المستوى القاري والعالمي، وكذلك المرور إلى مرحلة جديدة للكرة المغربية التي تضعها ضمن قائمة الميادين المصنعة أو الصناعية. وبالتالي كرة القدم اليوم سوف تصبح صناعة، وكرة القدم الوطنية سوف تصبح تنتج بضاعة ومنتوج، وهذا المنتوج يقدر يطور من مستوى اللعب، ولكن يقدر كذلك يساهم في الرفع من العائدات المالية لكرة القدم الوطنية وكذلك لميزانية البلد. وبالتالي نجاح هذا المشروع جد مهم، يتطلب واحد العمل كبير وعمل بشكل مهيكل، بشكل يساير العصر ويستجيب لكل متطلبات ورش التكوين في العالم الذي أصبح يعتمد بدرجة كبيرة على البحث العلمي، على استعمال التكنولوجيا الحديثة، البيانات الرقمية، وبالتالي الرقمنة كذلك أصبحت حاضرة بقوة وتخليك أنك تنتج وتعمل بدقة وتقيم العمل ديالك بشكل متسارع وبشكل منتظم. وهذا الشيء كلها أشياء تعطي آفاق كبيرة لكرة القدم الوطنية باش تنافس أعرق المنتخبات الوطنية والبلدان المتقدمة في كرة القدم.